بص حضرتك كبيرة والأب كبير والكلمة دي بتفرق معاهم خلاص، ما بالك الطفل الصغير؟ هو حضرتك مش بتحبي إن الزوج كل فترة يقول لك أنا بحبك؟ وكذلك الزوج يحب برضه كل فترة تقول لمراته كدهوت. ما بالك الطفل اللي لسه لم يكتمل نموه العقلي ولا البدني ولا العاطفي ولا الرومانسي، ومحتاج كل كلمة حب؟ طيب نقولها ازاي؟ مش شرط نربطها بمواقف حلوة، مش عايزين نحسس الطفل ان احنا بنحبه لما بيعمل حاجة كويسة فقط، ولا بيعمل حاجة وحشة فاحنا ما بنحبوش. لا، في اي وقت كده يا سيدي، لما تلاقي نفسك رايق، لما تلاقي نفسك رايقه قولي له كذا على فكره انا بحبك. لازم تتاكد من حاجه زي كده. ده بيعزز عنده اليقين ان هو دايما محمي باب وام بيحبوه في اسوأ الظروف، حل كويس حل وحش، نجح ما نجحش، وعنده اتنين في البيت بيحبوه. زائد اهم حاجه تانية هي ايه؟ ان هي سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وبتاخد عليها ثواب. كان حد قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له انا مره راجل قدامه فقال له انا بحب الشخص دوت، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أأعلمته؟ يعني أنت قلت له؟ قال له لا. فقال له إيه؟ أعلمه، يعني روح قول له. فراح قال له إني أحبك في الله، فقال له أحبك الله الذي أحببتني فيه. يبقى هي بتعزز الحب عنده، بتعزز الثقة في نفسه، بتفرق معاه على فكرة، وبتفرق مع اللي بيقولها كمان. رابع حاجة إن إحنا سنة وثواب عن النبي صلى الله عليه وسلم.